شكرا للزميل العزيز أمين السبتي. تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بيان سبورتس. يوم جديد من أيام كأس إفريقيا تحت 23 سنة والمقامة حاليا في المغرب. أولى الصور تأتينا من المجمع الرياضي الأمير مولى عبد الله بالرباط، واللقاء الثاني الحضور الثاني لوصول ديال الأطلس في حوار أمام البلاك ستارز منتخب غانا من أجل 3 نقاط والوصول إلى المربع الذهبي في مجموعة تضم كذلك منتخب غينيا والكونغو. الغينيون تقدموا اليوم انتصروا على حساب الكونغو. إذا النشيد الوطني الرسمي لكل من غانا، وبعد النشيد الوطني المغربي ومن ثم ضربة البداية. المرجو الوقوف لعزف النشيد الوطني لدولة غانا. الوحيدي زكريا يلعب بعد ذلك الصباري العرضية منه أمير ريتشاردسون يبحث عن الزلزولي الكنترول. أمير ريتشاردسون يعيد الكرة لأيمن الوافي. الزلزولي بعد ذلك في خطأ. نعم التدخل كان واضح وبالتالي ضربة حرة للزلزولي العرضية. الجول مبكر للمنتخب المغربي. نعم أسامة العزوزي يفتتح باب التسجيل للمنتخب المغربي بعد مجهود رائع لبلال الخنوس وعبد الصمد. الزلزولي من الجهة اليسرى، الزلزولي ومن رفع الكرة هو من هيأ للعزوزي. يتمكن بعد ذلك من التسجيل 1-0 في توقيت ممتاز بالنسبة للمنتخب المغربي. برافو العزوزي. هذه الإعادة مجددا لحظة السلام راية ذكي. الزلزولي يمرر كرة لريتشاردسون قبل أن تستقر في الشباك بعد ذلك، لكن الفار لا زال يدقق في هذه اللقطة مشاهدينا الكرام قبل اتخاذ القرار من طرف باتريس ميبيامي. إذا فعلا الحكم يؤكد مشروعية الهدف لعناصر الوطنية مشاهدينا الكرام بعد التأكيد من في الموسم القادم مع نادي برشلونة. اللمسة جميلة. عالمي ولكن فرحتك يا الصباري لم تكتمل في ظل وجود وضعية تسلل في اللقطة الماضية. كمية جميلة هذه اللمسات، كمية رائعة هذه الفنيات، كمية جميلة هذه الجملة التكتيكية الثنائية لعبت بسرعة، لكن في نهاية المطاف ليس هناك تسلل، ليس هناك. ليتأكد من اللقطة الحكم في هذه اللحظات. نعم الحكم يقر بمشروعية الهدف. قلت لكم مشاهدي الكرام بأن الوضعية كانت سليمة بالنسبة للصباري الذي تفنن في التسجيل. لعبة ثنائية من أروع ما يكون بين يانيس بقراوي كذلك اللاعب اسماعيل الصباري الذي يدون ثاني الأهداف. هجمة تدرس حتى الكرة الطولية، لكن الواحدي بعد ذلك زي الخلف. سيطرة ميدانية مطلقة لعناصر الصرب انطلاقا من فاتاو. ماذا سيفعل فاتاو؟ يضغط عليه أسامة عزوزي. الحكم يقول ارتكبت خطأ يا أسامة، وبالتالي ضربة حرة لفائدة المنتخب الغاني. المنتخب الغاني فاتاو يتقدم. فاتاو رجوع الزلزولي. هنا التسديدة فنان. يا سلام يا فنان. هنا الصباري جيبو كامير مادي حتى تحت الضغط. المنتخب المغربي يعرف كيف يخرج وهناك خطأ. وبالتالي ضربة حرة لفائدة المنتخب المغربي. أسرع الكرة بين ممتاز الصباري العرضية وجول. كان قريب يانيس بقراوي امام المرمى، كان قريب من تسجيل الهدف الثالث. يا سلام على اللمسه منك يا الصباري. لم اكن مخطئا عندما قلت بان الصباري هو افضل. الكره بعد ذلك 1-2 الصباري. جول 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 جول. بلاي ستيشن يا ناس. تيكي تاكا هنا مغربية باللمسة الواحدة. يمتع، يتفنن صوت الأطلس والكل يتفاعل مع هذا الهدف الرائع. هدف على طريقة الكبار، هدف فيه الكثير من الإبداع، هدف فيه الكثير من الفنيات، هدف فيه الكثير من الدروس يا أسود. 3-0. أنا قلت لكم بأن المنتخب المغربي جار من الجماهير الغانية كذلك
اللي قدم الترشح لسنوات وسنوات، ان شاء الله هذه المره تكمل التسديده لا زالت صعبه، والهدف الاول للمنتخب الغاني ياتي لحظات قبل نهايه الجوله الاولى. فاطاول بقيه اعتقد ادامس يكمل للشباك. اذا النتيجه تتغير. منتخب غانا لم يهدد كثيرا مرمى على ابو العروش، لكن هذه ثاني فرصه يتمكن من خلال داخل الميدان. هنا التسديده والهدف الثاني لفائدة المنتخب الغاني. تسديدة قوية صاروخية باليسرى هنا في أقصى الركن الأيسر لمرمى الحارس على أبو العروش. شوف الثقة كيف رجعت للمنتخب الغاني، كيف رجعوا في المباراة وكيف قلصوا الفارق في مناسبتين. الآن الحكم ما هو قراره؟ يرفض الهدف. الحكم شاف بأن الكرة تجاوزت الخط. هذه الإعادة أمامكم. الكرة نعم تجاوزت الخط بكامل محيطها، وبالتالي الحكم يرفض الهدف لحصر. ممكن الرابع والرابع جول 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 جول. الزلزولي تابعها، الزلزولي أكملها بعد الأولى من الصباري. الزلزولي في الوضعية المناسبة. نعم جاءت اللحظة التي يظهر فيها الزلزولي، جاءت الدقيقة التي يسجل فيها الزلزولي. نعم ثالث أو رابع الأهداف، والهدف الشخصي الثالث له في هذه البطولة. الزلزولي الذي الخامس ممكن الخامس الخامس نعم يانيس بقراوي وجها لوجه مع الحارس دونالد، لم يفوت هذه الفرصة واضعا الكرة في الشباك. كما انت راعي الزلزولي، انت من صنعت الهدف، انت من هيأت الطريق لياسين بقراوي الذي انفرد بحارس المرمى. مباراة كذلك عبد الصمد. الزلزولي صنع هدفين وسجل هدف الى جانب الصباري، واحد من نجوم المباراة. يانيس بقراوي يعود ليسجل مرة أخرى، يعود ليزور الشباك مرة أخرى. من هنا البداية، ومن هنا أصل الرواية، ومن هنا كانت الهربة والانطلاقة للزلزولي. عبر الزلزولي، مرر ليانيس بقراوي. يانيس ينطلق، مرر كرة بعد ذلك، والخامس ممكن الخامس نعم يانيس بقراوي وجها لوجه مع الحارس دونالد، لم يفوت هذه الفرصة واضعا الكرة في الشباك. كما انت راعي الزلزولي، انت من صنعت الهدف، انت من هيأت الطريق لياسين بقراوي الذي انفرد بحارس المرمى. مباراة كذلك عبد الصمد. الزلزولي صنع هدفين وسجل هدف الى جانب الصباري.